انا مش مرتاحه يا نبيل. حاسه ان سلطان رجع للعالم المقرف بتاع خدة تاني، مع انه كان وعدني. مقرف؟ إلهي يكرم أصلك. بصي يا حبيبتي، الست ملهاش دعوة الراجل بيعمل إيه، المهم يبقى مكفيها ومكفي بيتها. بالحلال. بيني وبينك، أنا والله العظيم قلت لحجاج كده، قلت له لو ناوي على التوبة توب، ما تبقاش زي عبد العاطي. مين عبد العاطي؟ عبد العاطي ده كان راجل ابن حلال، كان عنده فرشة في الأباجية، بيبيع قشي سبح وأسكار وسجاجيد صلاة. قعد على الحال ده 25 سنة لحد ما طقت في نافوخه وساب كل ده وراح فتح خمارة. فكرك مات بعديها بقد إيه؟ قد ايه؟ 3 أشهر. شفتي الراجل قعد يعمل لآخرته كام سنة؟ وجال خايب قبل صفارة النهاية ب5 دقايق وضيعها. سبحان الله. بس أنا حاسة إن سلطان مش زي عبد العاطي يا كوثر. سلطان متعلم وناصح وملوش في السكة الغلط، وانتي يا اختي لو عايزة ترتاحي ويطمئن قلبك كل حاجة وليها سر. بشعة؟ لا، مندل. عالي على المكتب. موبايلاتكم 0100. ما تستهبلش. موبايلاتكم. ليه موبايلاتنا؟ غيرت مكان التسليم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ازاي فجأة كده يعني؟ انت مخوننا ولا ايه يا معلم؟ مخوننا ولا ايه؟ توترك ده بيشككني فيك. لا لا لا، انا اصلا شخصية قلوقة. ايوه ده اهبل ولا براحتك اللي انت عايزه. هات التليفون. اتفضل. وادي تليفوني. بينا. يلا نعمل علشان نبقى في الامان. ها؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه يا نهار اسود ليه كده؟ ايه في ايه؟ لا ما لا رميت الهدية ليه؟ دي غالية جدا يا عم مغازي. مالك متوتر كده؟ لا ولا حاجه، ما براحته. وانت كمان متوتر؟ انتوا الاتنين متوترين ليه يا جماعه؟ في ايه؟ ما احنا برضه رايحين نسلم مخدرات، مش هنسلم جاتوه مع المغازي. طبيعي يعني نبقى متوترين. متوترين عشان المخدرات طبعا يعني، ما بس الهدية الاي ام اس غالية يعني. لا يا جماعه، انا عمري ما فكرت في موضوع الشراكه دي، بس طلع كويس. ها؟ على الاقل في ونس بالتسليم. ها؟ يا ابو البوله، انا في مشوار كده واخلص واكلمك. ادعي لي. انت ايه حكايتك؟ انت مش مطلقها بالتلاتة؟ في ايه يا معلمه؟ ما تخلينا في الشغل. عبدو، اللوكيشن التاني. هو في ايه؟ على فكره انا مش عيل صغير عشان تغيروا مكان التسليم من غير ما تقولوا لي. احنا شركاء على فكره، انا مش صابي. ما تاخذنيش يا حجاج، ما تقفش كده. اهم حاجه ان المصلحة تتم. هو احنا مستنيين ايه؟ الفلوس موجوده والبضاعه موجوده، ايه اللي مأخرنا بقى؟ مشكلتك يا حجاج انك دايما مستعجل. الصبر جميل. ايه ده؟ ايه اللي جاب مغازي هنا؟ انت فاكر يا حجاج انا بعد العمر ده كله
يوم ما هقع على ايد واحد جاهل زيك معرفش حتى يكبر من نفسه، ويوم ما كبر عشان اتجوزني. احنا قدام قوي في الشغلانه دي. اوعى تفتكر يا حجاج ان انت واخوك الننوس ده اللي لسه بيسنن انكم تعرفوا تخدعونا. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. ولا انا. انت عارف ايه اللي قلقني منك يا دكتور؟ ايه؟ الخناقه اللي بينك وبين اخوك. بصراحه ما صدقتهاش، ما دخلتش دماغي. اصل لازم تعرف ان حتى لو الممثل كويس قوي، الخناق الحقيقي في عرق كده بيظهر. العرق ده انا لو ما شفتوش ما بصدقش. ده غير بقى جهاز التتبع العبيط بتاع صاحبك. فكرة قديمة قوي يا اخي. قديمة. بس القديم عليه القيمه برضه. استاذنك. هتعمل ايه؟ لحظه. هتعمل ايه؟ ده جهاز تتبع تاني خالص. كان المفروض تفتشنا. هتتقفشوا حالا. التوبة يا حجاج عن المدينة الفاضلة، مدينة بلا جريمة ولا مخدرات ولا أي قرف، يعني مغازي عفاف بسليمان بكل اللمة دي تتشيع. بس في خطه. في خطة. لو فرش حشيش في المخزن عندي. يعني متلبس؟ امشي. ايه ما قلتش حلو؟ يلا امشي هتبوظ الخطه. انت كنت عارف اني هخرج ولا جت كده؟ اخوك سلطان بقى شريك. احنا نحرق كمية كبيرة تغطي السوق كله وزيادة. ونصنع كميه كبيره عشان نحرقهم في السوق. عمرك سمعت عن حد بيتمسك وهو حاطط رجل على رجل؟ ده رمز العصابه EMS. وابوك اللي جمعنا في الغلط قدام قبر بنتجمع في الصح. احنا اللي مبلغين. ايوه امسك دول. حجاج ايه؟ استعد للجواز. عيب عليك يا جدع، انا المعلم حجاج القط. عارف يعني هتعمل ايه؟ اه. انت ليه مش متأكد منها؟ الركنه. طب خلاص هانت وهتحضن براحتك يعني. شوف